مرحبا بك عربية، مرحبا بالضيوف، مرحبا بالسادة المشاهدين. احنا الآن موجودين في مدينة صفاقس بعد مرور سنة كاملة بالتمام والكمال على انتخابات 23 أكتوبر 2011، أول انتخابات حرة ونزيهة وشفافة شهدتها تونس. المدينة اليوم استفاقت على نمط عادي، كل المرافق العمومية تقريبا تشتغل من إدارات وسائل النقل ومعاهد، رغم أنه بعض المعاهد في وسط البلاد شهدت بعض التململ وبعض الهيجان نتيجة رغبة بعض التلاميذ في الخروج في مسيرات احتجاجية واحتفالية. من جانب آخر، اليوم رابطة مجلس حماية الثورة نظمت وقفة احتفالية في ساحة الشهداء ورفعت فيها عديد الشعارات، منها مطالبة الحكومة بالعمل أكثر جدي من أجل إقصاء التجمع. في حدود الساعة الواحدة اليوم تنظمت أمام الاتحاد العام التونسي للشغل مسيرة أخرى دعت لها المجتمع المدني وبعض الأحزاب. هي مسيرة تقريبا كانت صغيرة تضم قرابة 200 شخص، وطالبوا أيضا بإسقاط الحكومة. هذا ما عندي اليوم عربية في صفاقس، في انتظار مستجدات جديدة إن شاء الله.